السلام عليكم. معاكم دكتور يسرا محمد. النهارده قررت ان انا اتكلم عن حالة الفروزن شولدر او الادهيسيف كابسولايتس. يلا بينا نبتدي الفيديو. حالة الفروزن شولدر من اكتر الحاجات المنتشرة عليها في السوشيال ميديا هي الفيديوز بتاعت التمارين، الا ان محدش يتكلم عن التوعية عن المرض نفسه، وان المرض اصلا ليه اعمار بيبدأ من 35 سنة فيما فوق، الا ان كمان في اسباب جانبية بتسبب المرض ده، وان المرض ده بيبقى ليه مراحل. وغير كده كمان عايزة النهاردة ان انا اتكلم عن دور العلاج الطبيعي في كل مرحلة من المراحل دي، وابدأ ازود الوعي عن المرض ده. مبدئيا لازم نبقى متفقين ان مراحل الفروزن شولدر بيكون ليها اسماء كتير، بس انا قررت ان انا اسمي كل مرحلة بالمرحلة المناسبة للاعراض اللي متواجدة في كل مرحلة. اول حاجة هو البينفول ستيج. البينفول ستيج غالبا بتتراوح من 2 ل 9 شهور، وخلينا متفقين ان برضو المدة دي بتختلف من شخص للتاني ومش ثابتة. خلينا متفقين ان اكتر حاجة بتكون مميزة للمرحلة دي هو الوجع الشديد، وبينتج عن الوجع الشديد ان اصلا المريض ما بيبقاش قادر ان هو ينام وبيصحى من كتر الوجع بالليل. وغير كده كمان بينتج عن الوجع ده ان المدى الحركي اصلا بيبقى متأثر جدا، وبيبقى فيه مشاكل كتير، واللي هو مش عارف يؤدي الوظائف الحركية بتاعته طول اليوم. تاني مرحلة هنتكلم عنها وهي مرحلة الستيفنج فيز. هنا بيكون في المرحلة دي الوجع أقل، بس المدى الحركي قل كمان عن المرحلة الأولانية، فبالتالي بيبدأ إن كل المدى الحركي بيبقى متأثر بشكل كبير جدا. وأكتر مدى حركي بيبقى متأثر هي الحركة دي اللي هي بنسميها الاكسترنال روتيشن. ده بيبقى أكتر مدى حركي بيأكد لنا إن المشكلة اللي قدامنا دي مشكلة فروزن شولدر، مش مشاكل تانية. ثالث مرحلة معانا دلوقتي وهي مرحلة الساوينج ستيج. يعني ايه ساوينج ستيج؟ يعني المرحلة اللي بيحصل فيها الاستشفاء. طيب انا متأكدة ان اول سؤال هيتسأل من المريض، طالما انا دلوقتي كده المرض ده هيستشفى مع الوقت، اللي هو بنسميه باللغة العلمية ان هو self limiting disease، ان هو اصلا بيتعالج مع الوقت، الا ان المرحلة الاخرانية دي بتخلص في وقت بعيد قوي وهو حوالي 24 شهر. طب دلوقتي لما هي تخلص في 24 شهر، انا هفضل طول المدة دي ما بحركش ايدي وعندي وجع شديد؟ وطبعا المشكلة مش من كده بس، المشكلة ان اصلا مع قلة الحركة بيحصل مشاكل زيادة في المفصل، وممكن نخش في مشاكل مفاصل ومشاكل تانية احنا في غنى عنها. وبيكون هنا دور العلاج الطبيعي في الثلاث مراحل مهم جدا، عشان نبدأ ان احنا نحل المشكلة ونقلل المشاكل اللي ممكن تزيد معاها. غير ان كمان بيبقى فيه نسبة قليلة من الناس بيحصل معاهم ان لما كتف بيتعالج من الكتفين، الكتف التاني بيحصل فيه نفس المشكلة، فبالتالي دور العلاج الطبيعي مهم جدا في الحالة دي. الفروزن شولدر بتحصل نتيجة ان هي بتيجي لوحدها من غير اسباب، الا ان الموضوع ده مش حقيقي، ان هو اصلا بيكون جاي مصاحب لامراض تانية زي امراض الروماتيزم، زي امراض السكر، زي امراض التيوبركيولوزس، زي امراض الباركنسونيزم، فبتكون معاه جدا الفروزن شولدر. فبالتالي لازم نتدخل بسرعة عشان ما يحصلش مشاكل اكبر وتزيد معانا اكتر. وبكده انا خلصت الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى اكون زودت لكم الوعي عن مشكله الفروزن شولدر، وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديوز اكتر عن كل مرحله ودور العلاج الطبيعي فيها، وايه التمارين اللي ممكن تتعمل في كل مرحله. وبكده انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم.